أهلا بيك أختي الغالية، فرحانة بزاف لأنك هنا اليوم، وربي يبارك في كل مرأة راهي تحاول تفهم تتعلم وتغير من واقعها. نشكر كل واحدة سمعت الفيديو اللي فات، وكل تعليق وكل واحدة كتبت لي تعليق ولا رسالة دخلت للقلب. صدقيني حبيبتي، وجودك هنا ماشي صدفة، راكي في المكان اللي نحبوه يكون ملجأ للمرأة الجزائرية، المكان اللي نحكيو فيه بصوت القلب، بلا تصنع بلا مثالية وبصراحة. في الفيديو اللي فات حكينا على تعب الأم في وقت الامتحانات، كيفاش تحاول تكون مع ولادها وتنظم دارها وتحافظ على توازنها. لكن اليوم راني جاية نحكي معاك على حاجة حساسة بزاف، حاجة دايما حنايا ننساوها ولا نتنساوها ولا نتفاداوها، اللي هي العلاقة الزوجية. نعم، هذيك العلاقة اللي بزاف منا ضحاو بها وسط زحمة المسؤوليات. راح تقولي لي ايه انتيا، امنا تقولي لي تهلاي في روحك، حافظي على انوثتك، ومن بعد تقولي لي حافظي على الزوج حافظي على الاولاد. هذا تناقض. لا حبيبتي، ماهوش تناقض. احنا مسؤوليات راح نقوم بهم، على الاقل نقوم بهم بذكاء، نستغلوا فترة الضغط بطريقة إيجابية. اليوم راح نوريكم كيفاش تستغلوا الضغط والمشاكل والتعب هذاك بطريقة إيجابية، تجبدي بها زوجك وتكوني مقربة ليه أكثر. ماشي لخاطر احنا كي نبعدوا على أزواجنا ولا نحبسوا هذيك العلاقة معناتها ماناش نحبوا أزواجنا، لا. كما قلت لكم البنات، لخاطر نكونوا تعبانين ولقينا رواحنا نحاربوا وحدنا، يعني نحسوا احنا بلي واحد ما هو حاسبينا. كي تبدا فترة الضغط، نهار كامل وانتي تجري، تنوضي صباح بكري، تفطري وتلبسي، تحوسي على الكراريس الضايعين، طيبي الغسيل، تنظيف، مراجعة مع الأولاد، الصياح، نرفزة أحيانا. وكي يجي الليل جسمك خلاص، جسمك وروحك يكونوا مدقدقين، يعني تقولي هنا نحبس خلاص، لحقت للسرير نروح نرقد. هنا زوجك يدخل يسقسيك ببرود، حتى هو يكون بارد معاك لأنه والف البرود في البيت. وش درتوا اليوم؟ السؤال هذا اللي ماهوش بريء، يعني ما درتي والو. هكذا النساء تظن هكذا، يعني بين قوسين نظن بلي راه يقول لك ما درتي والو، وانت تحسي روحك وانت في معركه وحدك، واحد ما حاس بيك. وهنا يبدا الصمت، يبدا الجفاء، تولي العلاقه مجرد روتين، يعني ما فيهاش كلمه طيبه، ما فيهاش ضحكه، ما فيهاش لمسه. لكن خليني نقول لك حبيبتي، العلاقه الزوجيه ما تبردش فجاه، تبرد شوية بشوية، بصمت، يعني بلا ما نحسو، بسكوت، يعني مع التجاهل الأول، مع كل مرة نقولوا ماشي وقته، ماشي وقته دوك نهضروا، ماشي وقته دوك نمسو، ماشي وقته دوك نحبوا، ماشي وقته دوك نحضنوا. يعني نأجلوا بزاف أمور، يعني خطرات بالكبر، خاطر حنا نتكبروا ولا ما على باليش عندنا هذاك النيف المزيف اللي يجينا. بصح البنات هنا اليوم ماناش نحكيو على هاد الامور، نحكيو شنو هو الحل، نحاولوا نلقاو حل لهاد الامور. الحل بسيط ماشي سحري، بصح نقدروا يعني وبحب، بطريقه صغيره فقط ولا طرق صغيره حنديروا حلول ان شاء الله راح تكون فعاله. كيفاش نديروا حبيبتي؟ نقترح عليكم انا هذه الحلول، وكل واحده ثاني تقترح عليا في التعاليق ولا تمد لي الطريقه تاعها اللي راهي تستعملها، نستفادوا من بعضنا. انا في رايي نبداو بكلمه دافيه في بدايه النهار، يعني الزوج تاعي مثلا نقول له صباح ربي يعاونك، نهار موفق، هذه كلمه صغيره ولكن تاثيرها كبير. مثلا كي يعود رايح نقول له حبيبي راح نتوحشك. يعني البنات سمحوا لي على الكلمات هذو، بالك ان شاء الله برك ما يدخلوش يعني الذكور لهذا الفيديو ولا الرجال، المهم البنات. يعود رايح صباح تقول له حبيبي راح نتوحشك، حبيبي الدار راح تفرغ، يعني تفرغ بلا بيك. البنات هذو الكلمات قولوهم ما تحشموش، قولوهم ما تحشموش، ما همش عيب. الراجل راح يتفاجئ، سيرتو لا عاد ماهوش موالف في الاول، راح يتفاجئ، تجي غريبه وش بها هذه هبلت. بصح مع الوقت راح يقول لك هو واش كاين اليوم ما قلتيليش، اللي ما قلتيليش حبيبي ربي يوفقك، ربي يعاونك، الحب. هذو الكلمات اللي نستعملهم احنا بالدارجه الجزائريه، ولكن والله عندهم مفعول وتاثير كبير. البنات راني نهضر لكم بواقعيه. الحاجه الثانيه اللي نقدروا نديروها وبسيطه جدا البنات، بسيطه، شكون فيكم اللي ما تهزش تليفون في النهار؟ يا لو كان يكون مش غير الضغط، تكوني راح تتخنقي راح تموتي وتهزي هذاك الهاتف تضربي عليه طله. كي تضربي طلع على هذاك الهاتف، اكتبي رساله بسيطه: توحشتك، راك ديما في بالي، النهار ما حبش يفوت بلا بيك، كي تولي للدار باه يولي الدفء تاع الدار، كون جيت هنا كراني مانيش حاسه بالتعب. فهمتي حبيبتي؟
على الاقل هو يحس بلي راكي مازلتي معاه بالقلب. هو يتشوق، يكون في العمل وراه متشوق، راه يتخيل فيك اش راكي ديري، ويبدا يخمم فيك بلي راكي تعبانه، بلي راكي تخدمي بصح هكذاك وتفكرتي يعني رغم الضغط، رغم كيفاش العناء اللي راكي فيه وراكي تفكري فيه. قولي لي ولا ما يحنش قلبه، والله لا العظيم غير قلبه يحن عليك. بشوي بشوي البنات، ماشي من اول الرساله طبعا، بالاستمراريه. ما كانش حاجه تنجح بدون استمراريه. حبيبتي خلاص قلنا الرساله، قلنا كلمه الصباح، هذو كلمتان مفتاحيتان. دوك البنات نروحوا جا الراجل مثلا يجي في الليل، اوك ما يجيش يتغدى، يجي يتعشى، نقعدوا مع بعض يعني بلا ولاد. لا قدرنا على بالنا بلي اولادنا حنا لاصقين فينا كي البورتكلي، المهم نحاولوا خلي ولادنا راهم يدخلوا يخرجوا، ولا نعطيوهم نلهيوهم بحاجه، مثلا نعطيهم يتفرجوا ولا نديروا لهم حاجه، ولا المهم كل واحده كل ام تعرف طريقه كيفاش بعد ولادها. نحطوا الهواتف تاعنا بلا شكوى على الهموم ولا على المشاكل. حتى وكي تحكيو على هذه الامور يعني الحاجه ولا التعب اللي تعبتوه في نهار، تكون امور بسيطه، مش الامور اللي تزيد تغم القلب. فهمتوا البنات؟ المهم نرجعوا نحكيو في مواضيع اللي تقدر تفيدنا. مثلا حبيبي اليوم كيفاش فوت نهارك؟ تعبت يا اخي؟ ولا ربي يعينك راني حاسه بيك. تقول انا مثلا، تقولي له انت انا ثاني والله تعبت اليوم، درت هكذا ودرت هكذا، مش درت وداروا لي، مش بهذيك الطريقه، كوني انثويه هكذا. الستي كما نقولوا حنا، الستي وطلقي روحك شويه في الكلام. معليش البنات، نروحوا الخطوه الثانيه، مانيش حابه نطول نبدا نتعمق ونقول كلام يعني ما يتقالش. المهم حبيبتي، شاركيه كما قلت لك تعبك بصراحه، ماشي بنق، ماشي وانا هكذا وانا طاقتي خلاصت راهي تنقص ونحتاجك انت ثاني تجي تعاوني. تقوليلوش نحتاجك تجي تعاوني، نحتاجك جنبي، بركي توقف معايا، بركي تقول لي كلمه. هذيك الكلمه تاع نحبك في التليفون ولا في البريه، هذيك اللي دارت لي الكوراج، هذيك الجمله اللي قلتها لي هي اللي راح تخليني يعني نكمل نهاري بقوه. يعني ما نحتاجك حتى كي ما تعاونيش، حتى ولا ما عاونتنيش معليش، حتى ولا ما قريتش الاولاد. شوفي راكي تخاطبي يعني في الضمير تاعو، راكي تلومي فيه بطريقه حلوه وجذابه، هو راح يقول مسكينه ولا غير صح. خليه نعاونها. خطرات كاين ازواج يقول لك خلي انا دوك نقريهم، روحي انت باكش ما عندك شغل كمليه، ارواحي باه نقعدوا نقصروا مع بعض ولا نسهروا شوي ولا نتفرجوا حاجه. حبيباتي رانا اوك نتعبوا، والله العظيم رانا اوك نتعبوا، بصح كنت تخمي لها بعقل وذكاء. اما خير تربحي راحتك، يعني راكي تتعبي على الاقل راحتك النفسيه تربحيها على الاقل. بعد الامتحانات وهذاك الضغط تلقاي زوجي يستنى فيك، ما تلقايش عدو يستنى فيك. بصراحه احنا في فتره الامتحانات من هذاك الضغط نعيطوا على اولادنا، نعيطوا على رجالتنا، نعيطوا على اهلنا، نوليو كالغواله البنات. هذاك الضغط ما نعرفوش كيفاش نفرغوه بطريقه ايجابيه، نفرغوه بطريقه سلبيه. لا البنات، انا اليوم في هذا الفيديو حاباتك تستغلي هذاك الضغط بطريقه ذكيه، طريقه خبيثه في الحلال طبعا، باه نستغلوا ازواجنا بطريقه يعني بلا ما يحسوا هما، يعني وبارادتهم. وهكذا ان شاء الله بالاستمراريه تاع هذه الامور، يعني كي نستمروا فيهم الزوج يعني تلقائيا وحده راح يولي يعاونك، ويولي هو يعني اللي يقوم بالمهام معاك. حبيباتي سمحوا لي الضجه يعني راهي في الخارج. انا حبيبتي يعني كنت كوبيت الفيديو، راح نعاود نكمل معكم الشرح تاعي ولا الافكار تاعي اللي راح نديروهم. نظن كنا حبسنا عند النقطه اللي كنت درتها الرابعه، اللي قلت لك شاركيه تعبك بصراحه ماشي بنق. يعني مثلا تقولي له انا طاقتي راهي تنقص ونحتاجك جنبي، نحتاجك توقف معايا، ماشي تقولي له اروح اخدم معايا ودير معايا كما كنت ذكرت لكم من قبل. يعني كنت شرحت لكم كيفاش الفكره. الان نروحوا النقطه الخامسه اللي هي ديري له حركه مفاجئه. واش معناتها حركه مفاجئه؟ حبيباتي نتوما فنانات، نتوما مبدعات، على بالي كل واحده عندها الابداع في راسها وعلى بالها كيفاش تقدر تفاجئ راجلها. تفاجئوا ماشي تفاجئوا، المهم البنات مفاجاه ماشي مفاجاه. اللي نقصر معكم فقط، مثلا كاين اخوات يعرفوا رجالتهم بلي يحبوا الطبخ، نديروا طبخه يحبها، نديروا اكله يحبها، انا راني نطيب على الاقل ندير حاجه اللي توالم الزوج تاعي ويشتيها ويبغيها، عفوا، ويكون متوحشها. يعني مثلا نكتب له ورقه صغيره. شتو البنات بكري خاصه اللي تعرفوا على ازواجهم يعني قبل الزواج ولا فتره الخطوبه، كنا نديروا قصصات، كنا نديروا بريات، نكتبوا لي بوناني هذوك، عفوا البنات، يعني كنا نديروا بزاف حركات سواء في الميساج في البورطابل ولا يعني مباشره في الورق. والله نقدروا نقولوا له كلمه، مثلا هذيك الكلمه نكتبها له، مثلا نديرها له في جيبه مثلا في ورقه، ولا نكتبها في المري كي يدخل يبدل قشوطو اللي يلقاها.
نقصروا ما نديروا حركات طفوليه البنات، حركات طفوليه. الامور هذه والله البنات تذوب هذاك الجليد اللي يكون بينك وبين راجلك. شو يكون جدي معاك يحس بلي راكي تمسخري تقصري، حتى هو يولي يرخف روحه شوي، تخلي قلبه هو ثاني يتنفس ويلين معاك، يولي يخمم فيك، وحتى هو يبادرك مثلا تخلعيه هكذا خلعه خفيفه يعاود هو ثاني يخلعك وهكذا، وتخلقي جو بينك وبين الزوج تاعك. هنا حبيبتي نروحوا للنقطة اللي راح كما نقولوا تلم هذه النقاط وتكون ضرورية فيهم كامل، اللي هي لازم تخيري الوقت المناسب. ماشي الزوج نتاعك يكون ماهوش في حالة وانتي تبداي تهضري في المشاكل، ماشي مثلا هو مقلق ولا تعبان وانتي تروحي تبداي بابا 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 انا درت هكذا، ها ولادي داروا هكذا، اي عجوزتي دارت لي هكذا، تبداي هذيك البلا بلا نتاعك اللي ما عندهاش نهايه، وراح تولي الهضره تاعك ما عندهاش معنى. والله البنات هذه الهضره ماهيش من فراغ بصراحه، انا شخصيا جربتها. كي يجي زوجي مثلا ولا حتى في الهاتف مثلا يعيط لي سقسي عليا ولا كش ما نحتاج ولا هذاك، ونبدا نحكي له ما يسمعنيش والله العظيم، ما يسمعك، ما يهتم بيك، يقول يفوت فيك. شوفي حاجه من زوج، يا اما موش يسمع فيك مش مهتم، يا اما راه يولي كيدي فيك راه يقول لك اسكتي علينا برك، مش حاب يقولها لك في وجهك. لهذيك لازم نخيروا الوقت المناسب باه نوصلوا الرساله تاعنا. بصح انت ثاني البنات ماشي غير في المشاكل اللي نحكيوهم للزوج تاعنا، يعني ماشي كي تحلي تبداي تحكي له غير في المشاكل، هاوشي على حاجه تصلح، راح تهاوشي معاه ديري مشكل، تهاوشي معاه على حاجه تصلح. مثلا تقولي له انايا اليوم حابه ندير حل العلاقه تاعنا، انا حابه علاقتي وعلاقتك ترجع كيما بكري، حابه نرجعوا نحسوا ببعضنا، كي تشوفني تحبني، كي تشوفني تغمزني، كي تشوفني من بعيد تبعث لي بيزو من بعيد. البنات يعني هاد الحركات ضروريين في العلاقه، ما دارهمش الزوج يعد الزوج راسو يابس وقلبه يابس وما يعرفش يتصرف. الله غالب كاين ازواج هكذا تربيو، هكذا ربيوهم امهاتهم، ما ربيوهمش كيفاش يعبروا على الحب تاعهم. بصح احنا واش انا قاعدين نديرو؟ احنا نعلموهم ولا ما تعلموش، احنا نديروا لهم البنات ماشي خساره فيهم، راكي ديري في زوجك البنات في حلالك، يعني الحلال اللي عطاه لك ربي تقدري ديري معاه كل شيء كل شيء من غير الحرام فقط البنات. يعني طبقوا كل الافكار اللي عندكم، حتى ولو كان شفتوها تافهه، حتى ولو كان شفتوها يعني ماش قد عمركم. البنات المراه والزوج تاعها ما عندهمش عمر في العلاقه، ما كاش منها، ما كاش عمر البنات. يعني تقدري تكوني تافهه لاخر يوم، كاين عجايز والله عجايز وشيوخه وما زالت علاقتهم يعني في اوجها ما شاء الله الله يبارك. يعني رانا نشوفوهم في المواقع هكذا فيديوهات قصيره، حتى وان كانت كذب ولكن والله غير معبره، شو تتمنى انتي تلحقي لهذيك المرحله. انا نعطيك مثلا امثله هكذا من الواقع. كاينه مثلا واحده من الاخوات قالت باللي شفتها يعني في المواقع فقط، قالت كنت نحس بلي راجلي بعيد 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 عليا، حتى قلت له واحد النهار نحتاج منك حاجه واحده، عندي طلب منك واحد برك فقط كنت تقدر تلبيه لي. هذاك الراجل الفضول تاعو حبس وحب يسمع وشني هذا الطلب تاعها. قلت له نبغي منك كل نهار يعني كل يوم تعطيني حضنه فقط، يعني حضن، يعني تتحضني مره واحده برك في النهار. ومن هذاك النهار قالت لك ولا كل ما يدخل الدار يضحك هو يضحك على باله بلي قالت له محتاجه حضن، يدخل على اساس بلي راني حنحضنك. من هذاك النهار قالت الاخت هذه باللي العلاقه تاعهم بدات تتحسن للاحسن. قال لك كاينه واحده اخرى ثاني البنات قالت لك كانت دائما تهاوش مع الزوج تاعها على الاولاد طبعا. مالا في هذاك النهار قالت لك ديسيديت، قالت لك انا ديسيديت دائما معظم مشاكل تاعها ماهيش مشاكل كيما نقولوا زوجيه بينها عجل العلاقه ولا عجل الاولاد، هم الاولاد كسروها، هم الاولاد هضروا، هم هكذا. هذيك الاخت قررت بها تصلح من نفسها. كيفاش صلحت نفسها البنات؟ قالت اليوم ندير جدول، ماهوش جدول بالمعنى البنات الكتابي، دائما نقولها لكم عفوا ماشي لازم تكتبي حبيبتي، الجدول هذا يكون في بورطابلك، الجدول هذا يكون في راسك، بصح الافضل انك يعني تحطيه في الواقع خير. يعني كما قلت لكم الاحسن تكتبي، هو ماشي لازم تكتبي ولكن انت الاحسن تكتبي افضل باه يذكرك اكثر. قالت لك دارت جدول لولادها قبل ما يجي الزوج تاعها، يعني قبل ما يدخل تكون ديجا قراتهم، ديجا ما على باليش وكلتهم، باه كي يدخل الزوج في هذاك الوقت هما يروحوا يلعبوا وهي تقعد يعني تلتها بزوجها، ولا الاب ثاني يقعد في وسط ولاده هما يلعبوا، ويكون يعني يريح شويه نفسيا. ماشي كل ما يدخل للدار يبدا هذاك الضغط، اي نوضوا تقراو، نوضوا تاكلوا، نوضوا. فهمتوا البنات؟ كل امراه وعلى بالها بالزوج تاعها يعني وش يحب، ولا الوقت اللي راح يساعدها هي ويساعد الزوج تاعها يعني ويساعد اولادها ايضا. الخطر البنات الحياة الزوجية ماهيش حلم وردي، ماهيش ازهار وردية. الحياة الزوجية البنات فيها الاشياء الجيدة وفيها الاشياء السيئة.
الحياة الزوجية هي تعب وتفاهم ومجهود من كلا الطرفين، ولكن أحيانا المرأة راح تتحمل العبء الأكبر، وبشوي بشوي تعود مرة ذكية راح تخلي الزوج يتحمل مع هذاك العبء، يعني بدون ما يحس، يعني بتوازن وبطريقة تلقائية. فهمتوا البنات؟ وفي هذاك الحالة، يعني في هذاك النقطة اللي تحسي فيها بتوازن في العلاقة نتاعكم، اللي الزوج راه معاك في الواجب تاعو كيف راح تحسي روحك بلي راكي مرتاحة، وما كيش راح تحسي بالتعب، وراح تحسي بلي عندك سند عفوا في هذه الحياة. سمحوا لي البنات، فقط لا غريب والحساسية على هذيك، يعني سمحوا لي، خرجت فقط في الريح، جتني هذيك الريحه تاع الورد وهذاك اثرت فيا، الخنان فيه ثم تغلقوا. المهم البنات، واش راح نقول لك حبيبتي، خلي العلاقه الزوجيه تاعك تكون مصدر للطاقه، ماشي مصدر ولا سبب للتعب تاعك. لازم تكوني حبيبتي ناعمه، تكوني واعيه وعارفه واش تبغي، واش راكي محتاجه. ما تهمليش الجانب العاطفي تاعك البنات. الغذاء تاع الروح هو الجانب العاطفي، لانه هو اللي يعطيك القوه باش تكملي، هو اللي يعطيك هذاك الحافز باه تكوني، يعني تكوني انثى، بكل صراحه تكوني انثى. الزوج ولا العلاقه العاطفيه هي اللي تمد القوه للمراه باه تكمل حياتها. كما على بالنا احنا كامل تزوجنا، يعني خلينا اهلنا، خلينا موالينا، ورحنا لعائله جديده. على هذيك العائله الجديده البنات لازم احنا اللي ناسوها، احنا اللي نقلبوها عائله ناجحه وعائله مليئه بالفرح، ماشي بالحزن والملل والمشاكل. هنا حبيبتي اذا وصلتي لهنا نحييك من قلبي، راكي ماشي وحدك وراكي قدها، وكل مرة تسمعي كلام فيه صدق راهو يعني ينوض فيك شيء جميل، حاجة كنتي نسيتها انتي، انا ماذا بيا ان شاء الله نفكرك فيها في هذا الفيديو. ما تنسيش حبيبتي هنايا لحقتي لهذه النقطة تخلي لي تعليق وتشاركي الفيديو مع واحدة تحسيها تحتاج تسمعه. ربي يرزقنا راحة القلب ودفء العلاقة، ويجعل بيوتنا سكن ومودة ورحمة. مع السلامة حبيباتي، فيديو اخر ان شاء الله.